استمرارا لمناقشة القضية التي طرحناها قبل قليل عن استدعاء الكاف لرئيس الرجاء ومطالبة مدربي المغرب استدعاء رئيس الوفاق، ينضم إلينا من الشقيقة الجزائر الزميل والصديق الزميل سليم شقعار، الإعلامي الجزائري ابن مدينة سطيف. مساء الخير يا أستاذ سليم. مساء النور والسلام عليكم، وايضا وعليكم السلام ورحمة لكل المسلمين العرب، وانا سعيد جدا انني معك كابتن اشرف. نتشرف بك اخويا سليم. يعني هو سؤال واحد عندنا، في مشكلة حدثت في مباراة الرجاء والوفاق ونتج عنها يعني اتهامات من الرجاء للسيد حسان حمار انه اعتدى بالضرب على بودريقة رئيس الرجاء، وبالتالي الكاف استدعى بودريقة والمغاربة المدربين يطلبون استدعاء حمار للتحقيق. هل وصلت بنا الحال كعرب أن يعني يحقق مع اثنين من كبار رؤساء الأندية العربية في أزمة بسيطة؟ يعني كيف رأيت هذا المشكل وماذا تدعو لحله؟ يعني كما قلت في النهاية مشكل بسيط ولم يحدث أشياء يعني كما قال، لأن هناك أيضا أدلة وصور وفيديوهات لنزول رئيس الرجاء من المنصة الشرفية إلى أرضية الميدان، وهذا غير مسموح به إطلاقا حسب قوانين الكاف. كانت هناك أيضا مناوشات لأن رئيس الوفاق أيضا هو مظلوم ولو لم يعتدي عليه بالأشياء يعني غير رياضية وغير لائقة أيضا في مياديننا كنحن العرب الذين ندعو إلى التسامح وندعو إلى الروح الرياضية. نعم. وكما تعرف أن هذه الأشياء تؤثر على ليس فقط الجماهير الرياضية بل حتى الشعوب. ما قام به لا أقول نادي الرجاء، لأن نادي الرجاء هو كبير وعالمي له نعم. كل التقدير والاحترام. بعض المسيرين لا يشرف هذا النادي. رد إدارة الوفاق كان واضح بعقد الندوة الصحفية وكشف كل اللبس الذي كان من قبل وما كان يتدعيه الجانب الآخر. أنا أعتقد يعني لو كان من الأفضل أن تكون هناك لجنة عقلاء لاحتواء هذا المشكل، ولم يحدث شيء بسيط كبير كما قلت. لهذا أنا أعتقد لو هناك جلسة صلح أو جلسة تفاهم بين الطرفين وإنهاء هذه المشكلة، لأنه لم يحدث أي شيء ورئيس الوفاق لم يتعدى أي خط أحمر كما يدعي الجانب الآخر، لأنه هو أيضا في ندوة صحفية أكد بصفة رسمية أنه أطالته أو كان له وابل من الشتم والتصرفات الغير رياضية، ورغم ذلك لم يتجاوز الحدود. أيضا للعلم وهذا بكل أمانة، رجال الأمن في الجزائر تعاملوا بكل احترافية مع الأنصار الرجاء، ولم لأن المشكلة بين أنصار الرجاء في المدرجات، وتدخل لحماية الأنصار وليس لضربهم، ولكن الجانب المغربي أراد أو المسيرين أرادوا أن يستغلوا هذا واحترفوا في التعامل مع أنا عموما أخي سليم، أنا هاخذ من كلامك الجميل أنه لابد أن يتدخل العقلاء والحكماء من الرياضيين العرب سواء في الجزائر وتونس وهم كثر، في الجزائر والمغرب وهم كثر، لرأب هذا الصدع. أشكرك شكرا جزيلا سليم شقعار، كنت معي من العاصمة الجزائرية الجزائر في هذا